قعدت قصاده وحاولت افهم مين اللي دوره جه وانت بتتكلم عن ايه. قال لي احنا كنا خمسة وبس، وفاكرين اننا فوق الحساب، لكن هو لسه فاكر مستنينا واحد ورا التاني. بصيت باستغراب وقلت له هو مين؟ بصلي بنظرة تانية وحرك راسه ببطء وقال لي كلمة واحدة: ابن المظلوم. بصيت له وبعد كده ابتسمت ابتسامة خفيفة وقلت له تمام، يبقى القضية مش جريمة قتل عادية، دي انتقام ومتخطط له من سنين. رجعت القسم وطلبت ملف أي قضية فساد أو مشاكل تجارية حصلت سنة 2005 وكان لعادل مختار والناس اللي في الصورة علاقة بيها. وبعد بحث طويل لقينا اسم كان مدفون وسط الملفات، اسم ما كنت سامع عنه قبل كده: نبيل جد الله، صاحب شركة صغيرة انهارت بسبب صفقة استحواذ ضخمة حصلت سنة 2005. نبيل بسببها دخل السجن بعد ما اتهموه ظلم انه كان بيلعب بفلوس المستثمرين، ومراته ماتت بعدها بكام سنة بحسرتها، وابنه الوحيد وقتها كان عنده 12 سنة. الاسم الوحيد اللي ظهر في الملف من العيلة هو آدم نبيل، الابن الوحيد للراجل اللي خسر كل حاجة وقتها. كلمت شريف بسرعة وقلت له هاتلي أي حاجة عن آدم نبيل، عاوز أعرف هو فين دلوقتي. بعدها بنص ساعة رجع لي وشه مخطوف، قال لي يا باشا مفيش أي أثر ليه، كأنه اختفى من الدنيا من 10 سنين. ودي اللحظة اللي اتغيرت فيها كل حاجة. أنا مش عارف مين اللي قتل، ومش عارف إيه القضية، ومش عارف إيه الأفكار. حتى توقعي عن القضية رجعني ليه خطوة لما قال لي اختفى من 10 سنين. لكن وأنا راجع المكتب لقيت ظرف أسود على مكتبي، وفتحت الظرف لقيت صورة جديدة، بس المرة دي كان فيها إيه ده؟ دي أنا، وتحتيها جملة واحدة: الدور عليك يا سامح باشا. حسيت ان اللي كاتب الجملة بيستهزأ بيا او مش مقدر اني ضابط مباحث وبقالي اكتر من 25 سنة بحقق في قضايا وعمري ما فشلت في واحدة منهم. لكن السؤال، هل آدم نبيل هو اللي بيقتل فعلا ولا هو مجرد جزء من اللعبة؟ ولو مش هو القاتل، مين اللي بيبعت الظرف الاسود ده؟ وازاي صورني انا؟ ايه ده ده انا كمان متصور لما كنت في فيلا عادل مختار لما كنت بشوف جريمة القتل. لكن مين اللي صورها؟ طب اللي صورها ازاي ما ظهرش في الكاميرات لما كنت موجود هناك؟ هي القضية قلبت عليا انا شخصيا ولا ايه؟ اللي بيدير اللعبة دي عارف عني كل حاجة تقريبا. اول حاجة عملتها راجعت كاميرات القسم، مين اللي دخل ومين اللي ساب الظرف. بس المفاجأة الكاميرات ما فيهاش اي حاجة غريبة. الظرف ظهر على مكتبي فجأة كأن حد حطه في ثانية واختفى، او حد ليه القدرة انه يوقف كاميرات القسم عشان ما يظهرش. لكن مش ممكن، يعني ده مش جن. بس لو بني آدم فللأمانة ده حد أذكى مني ب10 خطوات. متوقع طبعا، قضية مش سهلة. وانا قاعد في المكتب غرقان في وسط الورق، موبايلي رن. ببص لقيت رقم مجهول، ففتحت الخط وسمعت صوت هادي جدا مخيف في هدوءه على فكرة. لقيته بيقول لي مش كل لعبة تقدر تكسبها حضرة الضابط، حتى لو كنت أذكى لاعب. طيب انت مين؟ الوقت بيخلص والباقيين لازم يدفعوا تمن اللي حصل. تقدر تحرك الحصان والفيل وما تخافش من كش ملك. قلت له طب انا عرفتك، انت ادم نبيل. ضحك ضحكة باردة قوي كأني ما كنت ضابط مباحث وقال لي انت لسه بعيد عن الحقيقة، بس هقربك منها قريب جدا. سلام. والمكالمة قفلت.
وقبل ما استوعب المكالمة واللي حصل جالي بلاغ جديد: محمود السوهاجي تم العثور عليه مقتول في فيلته بنفس طريقة قتل عادل مختار. ولما رحت مسرح الجريمة لقيت كل حاجة كانت زي ما هي ما عدا محمود نفسه، مرمي بنفس وضعية عادل وعينه مفتوحة على الآخر كأنه شاف حاجة مرعبة قبل ما يموت، وجنبه ظرف أسود. فتحت الظرف لقيت ورقة مكتوب فيها 3 عساكر وقعوا وواحد اختفى والملك في انتظارك. طيب احنا دلوقتي عندنا 3 ضحايا: عادل مختار ومحمود السوهاجي وعماد النويري اللي مات من سنين بس واضح ان موته كان جزء من الخطة، وواحد اختفى اللي هو يوسف فخري اللي اختفائه من 10 سنين بقى علامة استفهام. اما حسام كمال فانا لحد دلوقتي مش ظاهر عندي قضيته او موته كان ازاي. لكن الاهم دلوقتي الجملة دي: والملك في انتظارك. لو يقصد الملك اللي في الشطرنج، هو اخر قطعة لو وقعت اللعبة هتنتهي. مين الملك في اللعبة دي؟ هل القاتل يقصد نفسه ولا في حد لسه مستني دوره عشان اللعبة تخلص؟ الوحيد اللي ممكن يجاوبني كان يوسف فخري نفسه، الراجل اللي اختفى فجأة وكأنه اتبخر. لو هو هرب يبقى أكيد عنده سبب قوي، وده معناه إنه عارف حاجة أنا معرفهاش. قلبت الدنيا عليه، بحثت في كل السجلات القديمة لحد ما وصلت لأول خيط: حساب بنكي اتفتح باسمه في مدينة ساحلية واتفعل من سنة واحدة بس. يعني كده هو أكيد عايش لكنه مستخبي. سافرت بسرعة للمدينة دي وأخدت معايا شريف البدري المساعد، ودخلنا الفندق اللي يوسف محجوز فيه باسمه الجديد وحاجز نفسه باسم كريم الدالي. وصلنا الأوضة وخبطنا لكن مفيش رد. فتحنا الباب بالقوة والأوضة كانت فاضية تماما ما عدا حاجة واحدة على السرير، برضو ظرف أسود. فتحت الظرف ولقيت رسالة مكتوبة بخط إيد واضح وبيقول لي: لو كنت مفكر إنك قربت يبقى لازم تعرف إن النهاية مش في إيدك. قلت لك الملك في انتظارك. أقول لك كمان على المكان هو بداية اللعبة، أول خطوة من خطوات الشطرنج. القاتل ده أو المجرم ده تقريبا بيفكر زيي، هو بيلعب معاه لعبة شطرنج من شخصين وإحنا مش عارفين أنهي ملك هو اللي هيقع الأول. طيب المكان اللي بدأت فيه اللعبة تقريبا سنة 2005، وهي القضية الأصلية: الاستحواذ اللي وقع على نبيل جد الله. المكتب اللي اتعملت فيه أول صفقة مكان شركة نبيل جد الله، فيلا قديمة على أطراف القاهرة، المكان اللي عادل مختار وشركائه اشتروا فيه شركة نبيل زمان. أنا وشريف وصلنا للمكان، هو مكان مهجور مفهوش أي أثر للحياة، بس جوه لقينا حاجة مش طبيعية. فتحنا بوابة مصدية من الركنة ودخلنا، لقينا ترابيزة شطرنج في النص، وعلى الكرسي اللي قدامي شخص قاعد في الظل وبيضحك بهدوء. أنا مش شايف وشه، فهل هو آدم نبيل ولا في لاعب أكبر من ورا الستارة؟ لعبة الشطرنج قربت تخلص على فكرة، والملك لازم يتحرك، بس لازم الهدوء والتريث. وقفت قدام الترابيزة لقيت صوت ضحكة هادية بيتكرر. الشخص اللي قاعد في الضلمة حرك ايده ولمس قطعة الشطرنج، كان الملك تقريبا، ولقيته بيقول لي: أخيرا وصلت يا سامح باشا، بس السؤال هل أنت مستعد للحقيقة؟ نورت الكشاف عليه فجأة وشفت وشه أخيرا. ده واحد من ال5 اللي كانوا في الصورة، ده يوسف فخري، الناجي الوحيد من ال5. بصيت له وقلت له: يبقى أنت القاتل. ابتسم وقال لي ببطء: لا، لكن أنا مجرد قشاط في اللعبة، زي الشطرنج اللي قدامك بالظبط، زي كمان ما أنت بتفكر، زينا كلنا. الملك الحقيقي هو اللي بيحركنا. بصيت عليه وقلت له: مين؟ آدم نبيل؟ ضحك وقال: آدم مات من زمان. الدنيا لفت بيا. مات؟ مستحيل، كل حاجة بتقول إنه بينتقم.
مفيش اي شهادة وفاة، مفيش اي دليل قاطع على انه مات. يوسف قرب مني وقال لي بصوت تقيل جدا: اللي بيدور اللعبة دي مش آدم، ده شخص أقوى منه، شخص خد وقته في التخطيط ومستني اللحظة اللي هيواجهك انت فيها. طب أنا مالي؟ أنا مجرد واحد بيكشف قضية قتل. قبل ما أفهم أي حاجة الباب ورايا اتفتح ببطء، خطوات تقيلة دخلت القاعة المهجورة. بصيت لقيت راجل واقف طويل لابس بدلة سودة والكرافتة شكلها غريب جدا، ما قدرتش احدد ملامحها لكنها قديمة، ووشه كان نسخة من نبيل جد الله بس أكبر وأقوى، وعينه فيها غضب بارد مش طبيعي. وقال لي بصوت هادي: أنا مش آدم، أنا ماهر نبيل جد الله، الأخ الأكبر اللي محدش فكر للحظة إنه موجود. أنا في دماغي مش فاهم حاجة. الأخ الأكبر؟ طب مش موجود في السجلات ليه؟ طب إزاي يعني في السجلات؟ أنا كان عندي ابن واحد بس. ماهر قعد على الكرسي التاني ومسك قطعة الملك ورفعها لفوق كده وقال لي: متقلقش هفهمك. سنة 2005 أنا كنت بدرس برا مصر، ولما عرفت إن أبويا وقع في المصيدة كنت فاكر إنه هيتجوزها بسهولة، لكنه اتسجن ظلم ومات بحسرته. بعدها بسنة عرفت إن أمي ماتت، وأخويا الصغير آدم مات في حادثة غامضة. أنا الوحيد اللي عارف سبب موته، ووقتها عرفت إني لو مردتش أنا كمان هيجي دوري. فقررت إن أختفي، بالمعنى كده أتعلم الصبر واستنى الوقت المناسب. ولما جه الوقت حركت القطع بتاعة الشطرنج واحد ورا التاني. اللي أقول لي يا حضرة الضابط، هو أنت مش تفكيرك نفس تفكيري تقريبا؟ كلها قطع شطرنج وبتتحرك. سألته: طب ليه سبت يوسف ده عايش؟ بص ليوسف وقال لي: لأنه الوحيد اللي انسحب قبل ما ياكلوا اللقمة الأخيرة من حقنا. يوسف بلع ريقه وقال لي بصوت مهزوز: أنا كنت جبان، لكني ما مدتش إيدي في الكارثة لآخرها، وعشان كده سابني أعيش، بس سابني أعيش بخوفي. ماهر ضحك وقال لي: دلوقتي جت لحظة النهاية، والخيط الأخير هو أنت الضابط اللي دخل اللعبة وهو مفكر إنه مسيطر. لكن لا حضرة الضابط، الشطرنج بفردين وأنت مش فرد فيهم، أنت التالت. عرفت إني في لحظة ما ينفعش تتفوت، لو ما لعبتش صح ممكن تكون دي آخر ليلة في حياتي. طب خلاص يعني انتقمت، قتلتهم، ايه الخطوة الجاية؟ قلتها له بكل ثقة. ابتسم وقال لي: خطوة بسيطة جدا، ان اختفي من اول وجديد واسيبك تواجه الحقيقة لوحدك، وانا عارف اني هطلع ازاي. قلت له: تقصد ايه؟ قال لي: انا مش هنا لوحدي. كان مفكرني بالسهولة دي يا حضرة الضابط؟ وفجأة الباب اللي ورايا اتفتح، جيت احط ايدي على مسدسي بسرعة، وقبل ما اتصرف الاضاءة ضربت فجأة والمكان كله غرق في عتمة لحظية. وفجأة لما النور رجع لقيت ماهر نبيل جد الله اختفى كأنه سحابة ومطرت وما شفتهاش تاني.